لا تخشى أحدا إذا كان الله معك، لا تخشى جان ولا ملائكة ولا بشر ولا أحد إذا الله معك. أعلى وأقوى سلطة هو الله. جميل منا أن نشعر بهذا الشعور، وجميل منا أن نتكئ على رب العباد، وجميل منا أن نفر إلى الله سبحانه وتعالى. كلنا بنا أوجاع وأسقام. الدنيا متعبة يا سادة، الدنيا متعبة. نحن خلقنا في الدنيا للشقاء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وكل من كابد الدنيا لا بد أن يشقى. هذه هي الدنيا. ليس في الدنيا مناط راحة، بل الموت إما مستريح وإما مستراح منه. هذه الحياة. الدنيا خلق الإنسان في كبد، تعب ونكد وكادح، إنك كادح إلى ربك كدحا. هذه الحياة. الدنيا لا تأتي لك بشيء على طبق من ذهب. السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين، وان شاء الله الفيديو يلقاكم بصحة جيدة. رمضانكم مبارك سعيد، وصحة فطوركم وصحة سحوركم، وان شاء الله تكونوا والفتوا الصيام ووالفتوا القيام. اليوم جبت لكم بعض الوصفات، جبت لكم واحد الوصفات يعني جميلة، وصفات رمضانية. جبت لكم مملحة بوراق بالعجينة. بعد هذه المملحة صدقوني راح تستغناو على الديول، يعني تستغناو على الديول، لأنه العجينة هذه اللي جبتها لكم مورقة وشابة بزاف، يعني مش كيما تشبه العجينة التوريق، لكنها سريعة واقتصادية. جبت لكم أيضا طاجين معروف معروف كامل في منطقة العاصمة وضواحيها، يعني ما نقولوش طبق عاصمي يعني يقتصر على العاصمة فقط. يعني إذا كان طبق عاصمي عنده امتداد حتى جهة العاصمة، غرب العاصمة ب200 حوالي 200 كيلومتر، ولا شرق العاصمة 200 كيلومتر أو أكثر، وحتى جنوب العاصمة 200 كيلومتر أو أكثر. يعني كامل المناطق متعارفين عليه. هو طبق اليوم هو طبق طاجين دار عمي. تبعوا معايا البنات. أول حاجة هذه المملحة اللي درتها، درت كاس حليب هنا دافي، درت ربع كاس زيت، درت شويه تاع الملح كما راكم تشوفوا، ودرت البيض، حبه بيض. انا كانت عندي حبه بيض كنت درت استعملت منها شويه، بقات لي شويه درتها. درت ملعقه تاع خل، وكما راكم تشوفوا راني نضيف الفرينه بشويه. الفرينه لازم تحصل على عجينه متماسكه. هاد المملحه ولا هاد البوراق بالعجينه حنطيبوه في الفرن. صدقوني والله يا البنات يجي هايل وخفيف ويتقرمش ومورق. هنا درت كيس خميره كيميائيه لهذا الفرينه، وراح نجمع بالملعقه حتى تنشف لي العجينه باش نحط يدي. يعني انا ما نحبش نحط يدي مباشره، نحب حتى تنشف لي العجينه، ومن بعد نلم. كما راكم تشوفوا العجينه ما لازمش تجيك تلصق، لازم تكون ناشفه. هنا راني نشف فيها بالفرينه، ومن بعد نحيها. هنايا راح نحطها على طاوله العمل. كما راكم تشوفوا راهي تلصق. هنا لازم عليا نشفها بالفرينه، ومن بعد نضيف لها ملعقه تاع زبده. انا الزبده نستعملها لابيل ولا صول. ندخلها فيها مليح مليح، يعني تعبك شويه بصح معليش عجني حتى تدخل لك مليح، واستعيني بالفرينه تدخل لك مليح هذيك الملعقه تاع الزبده في هذيك العجينه. ومن بعدها راح تاكدي راح تحصلي واحد العجينه هايله وشابه، يعني شابه بزاف. شوفوا البنات العجينه اللي كملتها هنا ما راهاش تلصق كامل، وراها شابه. شوفوا كيفاش راهي تغير. من بعدها انا حخليها ترتاح شويه، يعني تقدري تخدميها مباشره. بالنسبه للحشو عندي هنا ملعقه تاع زبده، عندي واحد زوج ربطات تاع سلق البنات، نظفتهم غسلتهم مليح مليح وقطعتهم رقيق وخليتهم ينشفوا. هذوك الربيطات تاع السلق راني راح نضيفهم هنا بشويه، يعني حنضيف كميه تذبال، ومن بعد نزيد الكميه الثانيه. يعني هذا الحشو تاع السلق من اروع ما يكون، وكنت درته معاكم في مملحه فيما سبق، واليوم عاودته. يعني صدقوني حتجي واحد الحشو لذيذ. انا في الدار كلاوه يعني يعجبهم بزاف. هنايا كما كنتم تشوفون نزيد الكميه الثانيه تاع السلق، ونخلي هذاك السلق يطيب غير في الماء تاعو، يعني نقص النار نخليه يطيب غير في ماء. نروحوا للعجينه هذه نقسمها على ربعه. انا هنايا درت كاس حليب خرج لي هذه الكميه، تقدري ديري زوج كيسان تخرج لك ضعف الكميه، وكيما تحبي تنقصي كيما تحبي.
انا هنا قسمتها على 4، ميم هنا تقدري تقسمي على 6 خبزات ولا. المهم هنايا بعد ما تبان لي هذاك السلق راح نضيف السنينه تاع ثوم كبيره ولا 2 سنينات. راح نضيف هنا واحد الحفينه تاع صدر دجاج، تقدري ديري صدر دجاج ولا اللحم ولا اللي عندك، ولا ديك الرومي ولا صدر ديك الرومي. هنا عندي شويه تاع الملح وفلفل اسود، يعني ما نكثرش هنا التوابل، ما نحبش نكثر توابل في السلق ولا باش ما نخسرش البنه. هنا نروح لهذوك العجينات، يعني ذو الخبيزات هذوك القرصات هذوك، نستعين هنا بشويه تاع فرينه ونبدا نحل فيهم. هنا حليتها خبزه، هنا تقدري تحليها اكثر من هكا، يعني انا عندي هذه طاوله العمل صغيره، يعني درت على حسابها. اذا كان عندك اللي تساع ولا البوطاجي تقدري تحليها. هنا راني نمسح فيها بالزبده، نمسحها بالزبده مذابه ونذرذر عليها المايزينا البنات، ماشي الفرينه، المايزينا. نزيد نخبز الزوجه نحلها، نزيد نفس الطريقه نمسحها بالزبده ونزيد نذرذر عليها شويه تاع المايزينا، وهكا حتى نكمل كامل هاد العجينات في 4. شوفوا هنا راني ندهن بالزبده. هنا هاد العجينه تجيك ممرقه، يعني تقدري تخدمي بها اشكال متنوعه، تقدري تخدمي بها واش تحبي. كمل كامل على نفس المنوال. هنا راني نمسح بالزبده المذابه، يعني ندير ندير كل ما ندير خبزه ندير الزبده المذابه وندير عليها شويه تاع الفرينه هكا باش تجيكم مورقه. نكمل كامل، عندي هنا 4 كملتهم كامل، من بعد نخليهم يعني الوقت اللي تحبي طيبيهم روحي خدمي. هنا بالنسبه للحشو شوفوا السلق هنا بعد ما طابلي. عندي هنايا بيشاميل، عندي ملعقه تاع زبده، درت لها ملعقه تاع كي تدوبلي ندير لها ملعقه فرينه، نضيف لها كاس حليب. بعدها حندير فلفل اسود، حندير جوز الطيب وطبعا كي تثقل لي ندير لها الجبن اللي عندي. يعني هذه الوصفه تاع السلق، يعني هذه الحشوه تاع السلق حتجي بنينه بالبزاف. وهذه الطريقه تاع البيشاميل البنات يعني تجي اولا يجي الحشو بنين، وثانيا شغل تقتصدي في الفرماج، يعني العوضه اللي كل حبه تحطي الفرماج، قطعه فرماج ولا جبن ديريها هكا. بالنسبه لطاجين دار عمي هنا عندي ملعقه تاع زبده، تقدري ديري الاحسن ديري سمن، انا درت ملعقه تاع زبده وحوالي ملعقتين تاع زيت. هنا عندي اللحم اللي عندي، انا عندي قطعه تاع ديك الرومي، حنخليهم ينقلاو مليح مع هذاك الزبده، يعني خلي هذيك اللحم يتقلى مليح. بالنسبه لهاد العجينه عاودت وليت ليها، هنا التقطاع تاعها قطعي كيما تحبي، يعني على حسب انت واش الشكل اللي راح ديريه. انا شوفوا قطعتها بهذا الشكل، يعني هذوك المربعات درتهم بوراكات، درتهم على شكل بوراكات، والاشكال هذوك المثلثات اللي في الوسط درتهم كرواسو. تبعوا معايا وتشوفوا. هنا راح نحل العجينه، حليها قد ما تقدري، يعني لازم تكون رقيقه كاع واش كاين، يعني حليها ما تخافيش منها. هنا راني ندير في الفرينه، طبعا استعيني بالفرينه دائما باش ما تلصقلكش. من بعدها كي نحلها راح نعمرها بالحشو، والعجينه طبعا باش ما تنحلش دائما نمسحي بشويه تاع بيض. انا راني نمسح البيض باش العجينه هذيك كي نحطها في الفرن ما تتحلش. هنا نكمل كامل على نفس المنوال كما راكم تشوفوا، وديري لويه واحده فقط. هنايا بعد ما قلالي مليح هذاك اللحم ضفت له البصل وضفت له الفلفل الاسود القرفه، ودرت قرفه عود وقرفه غبره. هنا كما راكم تشوفوا يعني التقليه هذه الاولى هي اللي تعطيك البنيه تاع الطواجن. يعني هنا درت واحد الملعقه تاع فرينه. الفرينه علاه البنات هنا باش تقلي المرقه، باش المرقه تجي ثقيله. هنا هذا عاده الطواجن كي يكونوا اللحم بزاف وكامل يجي طاجين عاقد، يعني فيه ليدان بزاف. لكن كي تكون كميه هكا قليله يعني ما تجيكش، يجي الماء المرقه ما تجيش خاطره، يعني تجي غرمه. ملا هذه الملعقه تاع الفرينه تعقد لك. هنا ضفت الحميصه، انا الحميصه عندي ماشي طايبه، طبعا راح نخليها طيب مع هذاك اللحم. بالنسبه للمملحه تاعي شوفوا البنات كملت كامل هذو، شوفوا شحال قطعت لي، وهذوك المثلثات اللي في الاطراف درتهم حليتهم ودرتهم على شكل كرواسو، يعني كرواسو مالح. شوفوا هنا مسحت، هنا في الاخير راح نمسح البيض نمزجو مع الحليب وندير الججلان ولا واش عندك ولا زرارع من الفوق، ومن بعد ندخلها للفرن طيب لي من تحت ومن بعد من الفوق. هنا راني نوريكم هنا المعقوده تاعي كملتها، والخبز راه يخمر.
نروحوا للحشو تاع للصبيعات تاع طاجين دار عمي. عندي هنا شويه تاع اللحم مطحون ولا الدجاج صدر ديك الرومي مطحون ولا دجاج ولا واش عندك. هنا درت له شويه معدنوس، خليط بين المعدنوس والقزبر. هنا ضفت واحد البيض كان عندي شويه، يعني نصف الحبه اللي كنت درتها في العجينه، النص الثاني درته هنايا. هنا بالنسبه للتوابل يعني نفس التوابل اللي كنت درتهم في الطاجين راح نديرهم هنا. وعندي هنا ملعقه تاع مايزينا. الملعقه تاع المايزينا هذه راح تطري لك الحشو، يعني راح تطري لك الحشو وتساهم باش تقلك المرقه. هنا ندير ملعقتين لا شابلور، وراح ندير شويه تاع الملح طبعا، وراح نلم كامل هذا الحشو، يعني نلمو كامل. صدقوني راح يجيكم واحد البنه رهيبه. بعد ما نلم هذا الحشو راح نشكله على شكل اصابع. شوفوا البنات راح نشكله على شكل اصابع كما راكم تشوفوا. نكمل كامل هذا الحشو. هنا اني غلقت على الكوكوطه تاعي، حنخليها حوالي 40 دقيقه، لان اللحم تاع ديك الرومي كما تعرفوا يبطى شويه ماشي كيما الدجاج. مع الحمص هذيك هي يطيب. غلقت عليها وخليتها. وهذا هذا الاصابع طبعا راح نضيفهم في الاخير، لانه ما راحش يدي لي وقت يعني يطيبوا بالخف. هنا بعد ما نكمل كامل هذا الاصابع راح نرمدهم في الفرينه. شوفوا البنات هنا قطعت لي هذه الكميه، راح نرمدهم في الفرينه ومن بعد نقليهم في الزيت سخون، يعني نقليهم غير من الفوق، يعني نحمرهم فقط. كمل كامل هذه الاصابع نرمدهم في الفرينه ومن بعد نقليهم، وحاولي تنفضيهم من الفرينه، يعني ما تخليهمش لاصقه فيهم باش الزيت تاعك ما يتعمرش فرينه. وسمحوا لي برك البنات على الفيديو اللي جاكم شويه طويل. هنايا كما راكم تشوفوا راني نقلب فيهم. هنا يتحمروا فقط، لازم الزيت النار تكون عاليه باش يتحمروا غير في الاطراف. ومن بعد طبعا كي نغلق نحل على الكوطه تاعي راح نديرهم يكملوا الطياب تاعهم. هنا بالنسبه للمملحه هذه البنات طابت، شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. هذاك السق حتى كرشو خرجت خرجوا، جات ما شاء الله، جات تقرمش وجات مرقه روعه. جا هايل البنات، نتمنى تجربوا الوصفه. وصفه سهله وبسيطه تقدري ديريها باي وقت، يعني ما تشدش اليد وتجي كيما العجينه المورقه. يعني هذه العجينه المورقه سريعه. الخبز تاعي طبعا راني هنا كما راكم تشوفوا قرصته وراح نخبزه ونطيبه. هنا هذه هي المملحه تاع نهار اليوم، شاركتها معاكم. ان شاء الله تجربوها البنات، ان شاء الله تعجبكم. شوفوا البنات حنفتح واحده معاكم باش تشوفوا. والله يا البنات غير جات واحد البنه ما تامنوش. شوفوا الداخل كيفاش راهي مورقه، والبنه تاع الحشو هذيك يعني هذاك السلق جا روعه، جا هايل. المشتركات الحبيبات الغاليات اللي دائما معايا يتبعوني الله يفرحكم كامل، كل وحده باسمها. والمشتركات اللي راهم يدخلوا جدد تاني نرحب بكم، شكرا لكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تعجبكم القناه، يعجبكم المحتوى. هنا كملت معكم فطوري تاع نهار اليوم. هنا الحريره كانت عندي ديجا كنت موجدتها. كانت عندي سلطه تاع الارز ثاني كنت موجدتها ودرتها في الثلاجه. يعني انا صوالح نحب نوجدهم بكري. هنا الخبز راهو طايب كما راكم تشوفوا طيبته. المطلوع هذا انا نحبه بزاف في رمضان، في الدار يحبوا لي هذا المطلوع في رمضان. المملحه تاعي هذه راهي واجده ثانيك. شهيتكم في الجنه، واللي دخلت ما تنساش دير لي لايك، دير لي جيم. الله يفرحكم كامل، رمضانكم مبارك سعيد، صحه فطوركم كامل وصحه رمضانكم. المعقوده ثاني كرني مطيبتها. شوفوا هنا راني نحل معكم خبزه. الخبز هذا راني دايرته وشاركته معكم بزاف، يعني يجي خفيف هايل. شكرا لكم البنات. اخيرا وليس اخيرا صلوا على نبينا محمد وخليكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.